السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا جماعة وأهلا بيكم في حلقة جديدة من معلوماتك اليومية. النهاردة هنسافر مع بعض لعالم السماء وألوانها. السماء الزرقاء، أكيد فكرت قبل كده ليه السماء لونها أزرق ومش أخضر أو أحمر، وإزاي ساعات بتبقى وردي أو برتقالي وقت الغروب. وفي الحلقة دي هنعرف كل الأسرار العلمية وراء اللون الأزرق للسماء وباقي الألوان اللي بنشوفها كل يوم. فضلا وليس أمرا، ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب ليصلك كل جديد. يلا بينا نعرف مع بعض الضوء وطبيعة الألوان. إيه هو الضوء الأبيض؟ ضوء الشمس عبارة عن كل ألوان الطيف مع بعض. تجربة بسيطة ممكن نعملها: ضوء أبيض يعدي على منشور زجاجي يطلع معانا قوس قزح. أطوال الموجات بتاعت الألوان، مثال يعني الأزرق طول موجته قصير حوالي 450 نانومتر، والأحمر طويل حوالي 700 نانومتر. إيه اللي إحنا ممكن نستفاده من الكلام ده؟ كل ما الموجة قصرت كل ما اللون بيتشتت أكتر. ظاهرة تشتت ري، ايه هي الظاهرة دي؟ الظاهرة دي عبارة عن ذرات الهواء بتشتت الأزرق أكتر من الأحمر عشان طول موجته قصير. تجربة ممكن نعملها في البيت: نجيب لمبة بيضة ونشوفها بتعدي من أنبوبة فيها بودرة أو بخار مية، هتلاقي اللون الأزرق ظاهر أكتر من الأحمر. يلا نتعرف على تركيبة الغلاف الجوي. الهواء فيه نيتروجين وأكسجين وجزيئات مية وأتربة. دي الجزيئات اللي هي بتشتت الضوء أصلا. مسار ضوء الشمس: بالنهار الشمس بتبقى فوق الضوء، ماشي مسافة قصيرة في الهواء، الأزرق يتشتت وينتشر حواليك، عشان كده بنشوف السما زرقاء من كل حتة. زوايا الشمس: كل ما الشمس تكون قريبة من الفضاء الضوء يقطع مسافة أطول في الجو، الأزرق بيتشتت وبيدوب قبل ما يوصل لعينك أصلا. تلوث الجو: اللون الأزرق بيظهر بات في المناطق الملوثة من أي وقت تاني عشان الجزيئات الكبيرة بتشتت كل الألوان مع بعض. يلا نعرف ليه لون الغروب أحمر أو برتقالي. ضوء الشمس وقت الغروب بيقطع مسافات طويلة في الجو، الأحمر بيتشتت أقل فيوصل لعينك اللون الأحمر أو البرتقالي. ليه اللون بيتغير مع الطقس؟ بعد المطر السماء بتبقى أصفى فاللون الأزرق بيبقى باين وأعمق فيها. وقت العواصف الرملية السماء بتبقى صفرة أو بني فاتح. ظواهر نادرة في السماء: السماء بيبقى لونها أخضر، ساعات قبل العواصف الرعدية السماء بتاخد لون أخضر، ده سبب امتصاص وتشتت موجات ضوء معينة. زي اللون البنفسجي للسماء بتظهر في ظروف تلوث خاصة أو غبار نادر. السما بالليل بتبقى أزرق غامق لحد ما بتبقى سودة. التلوث الضوئي بقى بيخلي السما بالليل مش سودة قوي. وبكده نكون خلصنا رحلتنا في عالم ألوان السما، من الأزرق الصافي للغروب الأحمر، وكمان شفنا ظواهر غريبة بتحصل ساعات. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب ليصلكم كل جديد. أشوفكم الحلقة الجاية من معلوماتك اليومية.